طب 20 سنه انت متضايق منها ليه؟ عشان ما بتعملش 1 2 3. طب انت قلت لها؟ بالظبط. لا، او قلت لها مره وما عملتهاش فما قلتهاش تاني. طب انت قلتي وهي له، نفس الكلام. انت قلتي له انت عايزه ايه؟ احتياجاتك ايه؟ قلت له مره، قلت له مرتين، ما بيسمعش. ما فمين اللي استسلم؟ انا اللي استسلمت. دايما بحب السؤال ده قوي. السؤال ده اللي اساله لنفسي في اي علاقه، انه هل العلاقه دي تستاهل اني استثمر فيها طاقه ووقت ومجهود؟ مش ده مهم قوي قبل ما نبتدي بس. ده واحنا في نص العلاقه ولا في اولها؟ في اولها. انا من وجهه نظري من الاول خالص. ده في اولها، ده في اولها طبعا. لان الحاجه الحلوه في اولها. في اولها كل ما كانت بدري قبل ما ابتدي اشيل كل ما كان افضل، عارفه. بس هرجع تاني واقول لك تواصل. هحكي لك على قصه من عندي انا. الفتره اللي بعد ما خلفت فيها ولادي، انا وجوزي كانت من ألذ الحاجات اللي بنعملها ان احنا بنقعد نتكلم مع بعض. كان عندنا conversation quality time كده، نقعد نتكلم مع بعض عن طموحاتنا واحلامنا ونفسنا نعمل ايه وبنحب ايه بيسمعك جدا. وهو كمان بيتكلم معايا، يعني مش بس انا اللي بقعد اتكلم، احنا الاتنين، عارفه، وبنفكر مع بعض. ودايما بقى كان عندنا افكار، مشاريع كتير ما عملناش منها حاجه، بس عملنا يعني بس هنعملها ان شاء الله. عارفه من زمان خالص، من اول ما عرفنا بعض، اللي هو بص احنا نجيب بقى كارت ونعمل ايس كريم في الشارع ومش عارف يعني. كنا بصي على طول في conversations رايحه جايه بنفكر مع بعض. بعدين فجاه بعد الولاد انا ما بقتش موجوده، الاحلام كلها راحت. سيبك من الاحلام، يعني الاحلام كده كده ايا كان الوقت هتيجي في يوم من الايام. انا ما في ايدي وقفت، عطلت خالص، مش مصدقه. هو بيتكلم وانا مش فاهمه هو بيقول ايه. لا بجد انا ما كنتش فاهمه هو بيقول ايه. يعني انا بقيت ببقى قاعده انا بسمعه، كان الكلام بيبقى رايح جاي، هو الكلام بقى جاي بس ما بفهمش. حاله من التناحه زي ما بنقول. انا مش فاهمه اصلا هو بيقول ايه. ليه؟ لان هو الراجل على طول بيشتغل، فالراجل عمال يتطور وانا في حته دماغي وقفت عند برضع واغير وخلفت ونسيت اصلا فكره ان طب انا ممكن اعمل اي حاجه، يعني ممكن انا اشغل دماغي باي طريقه. فابتدى يبقى الدنيا مش ألذ حاجه. ابتدى بقى يحصل ايه يبقى بقى؟ هو بقى زهقان فبيقعد يلعب بلاي ستيشن مثلا، وانا قعدت كل اليوم ده مع الولاد وهو زهقان وانا زهقانه، بس بدل ما يقعد معايا بيعمل ايه؟ فطبيعي اعمل ايه؟ اتخانق طبعا يعني انت مش كفايه، انت مش شايفني انا بعمل ايه؟ يعني انا قاعده طول اليوم بعمل ده، انت مش قاعد معايا كمان بتاع بلاي ستيشن. عارفه، وهو مش عايز يقعد معاكي لسبب برضه من الواضح يعني من الواضح. فين بقى الاويرنس اللي حصلت؟ ما هو عمره ما هيقول لك كده لانه المفروض بيحبك يعني. عمره ما هيقول لك ما انت ما وفي الظروف دي كمان ثانك يو. فيعني عمره ما يقول لك احنا كنا بنعرف نتكلم ما بقيناش بنعرف نتكلم. طب انت فعلا بتعملي ايه؟ مع ان انا برضو ضد ده، لانه فكره التواصل ان انت تقول لي كل حاجه. ليه انا حصل معايا كده؟ لان انا اللي وقفت، خدت وقفه وابتديت ارجع، عارفه اللي هو خدت غطس جوه. ابتديت احاول افهم ما في حاجه غلط. اصل يسرا هي بتتحس، كلنا بنحسها. بتحسي ان في حاجه في حاجه مش زي الاول. وات از ات؟ ايه بقى اللي بيحصل؟ هل بقى هقف وقفه وافهم ايه اللي بيحصل، ولا هعمل نفسي مش واخده بالي وهو عامل نفسه مش واخد باله فالحياه وفجاه المشكله انها احنا بنصحى من النوم فجاه على كارثه نكتشف ان الحياه باظت. طبعا لان احنا تعودنا انه احنا عاملين مش واخدين بالنا وماشيين ويلا يا حياه وانا بخرج مع صحابي وهو بيخرج مع صحابه وصباح الفل وعايشين مع بعض يعني فنصحى من النوم فجاه هو حب واحده تانية. ما انا لسه كنت هقول لك حالا يعني هتحصل طبعا. انا شايفاها اكيد شايفاها اكيد. وعلى فكره انا شخصيا كنت شايفاها، يعني انا لما اتحطيت في الموقف ده انا كنت شايفاها، مع انه هو ابن ناس وجميل جدا وكل حاجه وثقتي فيه على فكره خلي بالك عمياء. بس انا لو في مكانه على فكره هعرف وحصل يعني ان انا يعني هو لو انت راجل في مكانه بامانه يعني انا مش طايقاني، انا نفسي مش طايقاني، ففي حاجه غلط. فانا محتاجه اعرف يعني محتاجه اعرف، عارفه. فبتقفي بقى واقفه وتبتدي تفهمي ايه اللي بيحصل. دماغي عطلت، يبقى محتاجين نرجع نشغل دماغي. حقيقي الانسايت او الحاجه اللي فرقت معايا ساعتها انه طب ما هو مشغول حتى لو بلعب ايا كان ايه،
ما انا محتاجه كمان ابقى مشغوله، سيبك من الولاد والقصه دي. انا محتاجه ابقى بعمل حاجه لنفسي ليكي انت، تحقق لك بتاعتي حاجه انت أنا. جواكي انت بالظبط كده. وساعتها بقى ابتديت بقى انا رحله، اللي هو ساعه ما ابتديت بقى اتعلم الكوتشنج ودخلت حقوق وده عملت بقى فاهمه يعني، دخلت بقى يعني ساعتها كمان بقولك دخلت حقوق، فعشان كده خلاص بقى ابتدى يبقى انا مشغوله وهو مشغول، انا عندي حياه وهو عنده حياه.